كلنا بنقف قدام المراية كل يوم، واحنا متأكدين اننا بنبص لنفسنا. بس عمرك طولت في النظرة شوية وحسيت فجأة ان الملامح اللي بصالك من ورا الازاز دي بتاعت حد تاني؟ كلنا بنسمع عن القرين، الكيان اللي بيتولد معاك، بيكبر معاك وعارف كل تفصيلة فيك. بيقولوا انه مجرد طاقة او كيان خفي ملوش تأثير مادي. بس ايه اللي يحصل لو القرين ده، الكيان المحبوس في البعد التاني، قرر انه زهق من وقفته في الظل؟ قرر انه عايز يعيش حياتك انت، يتنفس هواك وياكل اكلك وينام في سريرك. النهاردة في نبض الظلام انا مش هحكي لك قصة عن جن بيخوف حد في شقة مهجورة. انا هحكي لك عن كابوس نفسي عاشه شاب اسمه ياسين. الكابوس بدأ بنظرة في المراية. كوباية قهوتك، اقفل النور، ولو جنبك مراية غطيها دلوقتي. ياسين كان شاب عادي جدا في أواخر العشرينات، عايش لوحده في شقة هادية. روتينه اليومي مكرر وممل، شغل، بيت، نوم. بس الشقة دي كان فيها حاجة مميزة، مراية قديمة جدا متعلقة في الصالة. مراية ببرواز خشب محفور عليه نقوش غريبة سابها صاحب الشقة القديم. ياسين وهو بينظف الشقة في يوم لاحظ ورقة قديمة متطبقة محشورة جوه تجويف في الخشب بتاع البرواز. شدها بفضول وفتحها. الورقة كانت مليانة طلاسم ورموز غريبة، وفي نصها سطر واحد مكتوب بخط أحمر باهت: لا تطل النظر ولا تدعوه فيحضر. ياسين ابتسم بسخرية واعتبرها مقلب سخيف من صاحب الشقة القديم. قرأ الجملة بصوت واطي وكرمش الورقة ورماها في الزبالة وكمل تنظيف عادي. ما كانش يعرف إن الورقة دي ما كانتش مجرد خرافة. بداية الكابوس كانت بسيطة لدرجة إن ياسين نفسه ما أخدش باله. في ليلة وهو بيغسل وشه في الحمام بعد يوم شغل طويل، مد إيده وسحب الفوطة علشان ينشف وشه. بس لما نزل الفوطة وبص لنفسه في المراية اتسمر مكانه. انعكاسه في المراية كان لسه ماسك الفوطة وبينشف وشه. حركته كانت تقيلة وبطيئة، وفي النهاية نزل الفوطة وبصله ببرود. ياسين اتنفض، مسح عينيه بسرعة وبص تاني. الانعكاس كان طبيعي وبيتحرك معاه بالملي. ضحك بتوتر وقال لنفسه الإرهاق هيجنني، وخرج من الحمام. بس الإحساس إن في حد بيراقبه فضل ملازمه. تاني يوم التفاصيل الغريبة بدأت تزيد. ياسين رجع من الشغل، لقى الكرسي بتاعه المفضل اللي دايما بيقعد عليه مش في مكانه. كوباية الشاي اللي سابها في الحوض مغسولة ومحطوطة على الرخامة. حاجات صغيرة جدا أي حد ممكن يقول أنا نسيت، بس ياسين كان شبه متأكد إنه منسيش. وفي ليلة وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون في الصالة، شاشة التلفزيون ضلمت فجأة. الشاشة السوداء عكست صورة ياسين وهو قاعد، وعكست حاجة كمان، المراية الكبيرة اللي وراه. ياسين لمح حاجة في الشاشة السوداء خلته يتسمر مكانه. الانعكاس بتاعه في المراية اللي وراه ما كانش قاعد بيتفرج على التلفزيون. الانعكاس كان واقف ورا الكرسي اللي ياسين قاعد عليه وبيبصله. ياسين لف وشه بسرعة ناحية المراية الكبيرة، قلبه كان هيقف. بس لما بص لقى انعكاسه قاعد على الكرسي عادي جدا، ملامحه مرعوبة زي ملامح ياسين بالظبط. أنا بتجنن، أنا أكيد بتجنن. ياسين فضل يكرر الجملة دي وهو بياخد نفسه بصعوبة. قام جاب ملاية كبيرة وغطى بيها المراية اللي في الصالة ودخل ينام. بس المشكلة إن اللعنة ما كانتش جوه الشقة بس. تاني يوم في الشغل مديره ندهله وقال له: ياسين، أنا مبسوط جدا من التقرير اللي سلمتهولي امبارح بالليل، شغل ممتاز. ياسين بص لمديره بذهول: تقرير إيه يا فندم؟
أنا مشيت امبارح الساعة 5 وما سلمتش حاجة. المدير ضحك وقال له: بطل هزار يا ياسين، انت جيت لي مكتبي الساعة 8 بالليل وكنت لابس القميص الأسود بتاعك واديتني الملف ده بنفسك. ياسين الدم هرب من وشه. هو بعد ما روح مرجعش الشغل تاني، والقميص الأسود ده هو تقريبا ملبسوش من شهر فات. طلع تليفونه لقى رسايل من أصحابه: يا ابني انت مشيت وسبتنا فجأة امبارح على القهوة ليه؟ وكلامك كان غريب قوي. هنا ياسين حس بالرعب. في حد تاني بيعيش حياته، حد بيقابل أصحابه، بياخد مكانه بالبطيء. ياسين رجع شقته وهو بيجري زي المجنون. أول ما دخل فتح الدولاب، القميص الأسود ما كانش موجود. الصمت في الشقة كان مش طبيعي. ياسين مشي بخطوات بطيئة ناحية المراية المتغطية في الصالة، ومد إيده وهو بيرتعش وشد الملاية. المراية كانت بتعكس صورة ياسين وهو واقف قدامها بيبص لانعكاسه. مفيش أي حاجة غريبة. فضل واقف دقايق، مفيش حركة. اتنهد بارتياح ولسه هيلف علشان يمشي، سمع صوت خبطة قوية جدا من جوه المراية، كأن حد ضرب الإزاز من جوه. ياسين اتسمر مكانه ورجع بص للمراية تاني. الانعكاس كان لسه واقف قدام المراية باصص لياسين، بس ملامحه ما كانتش مرعوبة زيه. الانعكاس كان بيبتسم، ابتسامة واسعة باردة ومخيفة لأقصى درجة. ياسين حاول يصرخ بس صوته مطلعش، أكن جسمه اتشل بالكامل. الانعكاس رفع ايده ببطء وحطها على الإزاز من جوه. ياسين كأنه متخدر أو كأن في قوة خفية بتتحكم فيه. رفع ايده هو كمان وحطها على الإزاز من بره. بمجرد ما الإيدين لمسوا بعض، ياسين حس ببرودة شديدة بتجري في عروقه. الإزاز ما كانش صلب، كان عامل زي المية التقيلة. إيد الانعكاس طلعت من الإزاز ومسكت إيد ياسين بقوة مرعبة، قوة مش بشرية. ياسين بدأ يصرخ، بيحاول يشد إيده، بيحاول يضرب برجله، بس الانعكاس كان أقوى بكتير. سحبه ناحية المراية. ياسين شاف وشه بيقرب من الإزاز وحس ببرودة سطح المراية على وشه، وبعدين جسمه كله بيتسحب لجوه في دوامة من الضلمة. والصالة بعدها فضلت فاضية وساكتة، كأن ياسين ما كانش موجود هنا أصلا. لما ياسين فتح عينيه كان حاسس بكتمة. المكان ضلمة بس في نور خفيف جاي من مربع قدامه. قام وقف ببطء ومشي ناحية النور. لقى نفسه بيبص من ورا إزاز، بيبص على شقته، الصالة بتاعته، التلفزيون، الكرسي. بس هو مش في الشقة، هو جوه المراية. ومن مكانه جوه الضلمة الباردة دي شاف المشهد اللي خلاه يترعب أكتر من السجن اللي هو فيه. شاف ياسين تاني واقف في الصالة بره، بيظبط هدومه وبيسرح شعره وبيلبس ساعته. الكيان ده كان نسخة طبق الأصل من ياسين، مفيش شعرة متغيرة. الكيان بص ناحية المراية، بص لياسين المحبوس جوه الإزاز وغمز له بعينه بانتصار. وبعدين أخد المفاتيح وخرج من الشقة وقفل الباب وراه. ياسين فضل يصرخ جوه المراية، يضرب الإزاز بإيديه الاتنين، بس مفيش صوت بيطلع، مفيش حد سمعه. عدت ساعات. الكيان رجع الشقة بالليل، عاش يوم ياسين العادي، أكل واتفرج على التلفزيون، وفي آخر اليوم دخل علشان ينام. بس في نص الليل الكيان صحي من النوم، مشي ناحية المراية ووقف قدامها. بص لياسين المحبوس جوه المراية وبدأ يتكلم بصوت ياسين نفسه: وجودك هنا أحسن للكل، وأنا هنا بعيش حياتك أحسن منك.
ياسين ضرب الإزاز بجنون. الكيان ما اتحركش، فضل واقف بهدوء تام وبيتفرج. وبعدين بصله ببرود وقال له جملة واحدة بهدوء مرعب: محدش هيفتقدك أصلا طول ما أنا موجود هنا مكانك. واداله ظهره ودخل الأوضة، اتغطى ونام. ياسين لسه هناك لحد اللحظة دي، محبوس ورا الإزاز، بيشوف حياته بتتسرق منه يوم ورا يوم، من غير ما يقدر يعمل حاجة غير إنه يراقب. وقرينه عايش وسطنا، بيمشي في الشوارع، بيسلم على الناس، ومحدش عارف الحقيقة. دلوقتي انت أكيد قاعد بتسأل نفسك، طالما ياسين محبوس جوه الضلمة ومحدش حاسس بيه، انت عرفت القصة دي بكل تفاصيلها ازاي؟ الإجابة ببساطة إن عالم الظلام مليان بيبان، واللي بيعرف يبص منها صح بيسمع صرخات اللي محبوسين وراها. السر ده خليه بيني وبينك، بس لو قلبك جامد وحابب تسمع حكايات أكتر عن الكائنات اللي عايشة في الظل، ما تنساش تتابعنا واستنى الكابوس الجاي. خلوا بالكم من نفسكم لحد ما نتقابل تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.